السلام عليكم. ساعات بتشوف اشكال على شعارات الانديه وما بتبقاش عارف بتاعت ايه. يعني مثلا بتشوف على شعار اي نادي بتشوف حاجه تقول ده دي بترمز لايه، دي بتعود لايه، دي اساسا ايه، فبتبقى محتار. فاحنا هنا جايين نجاوب على سؤال من الاسئله دي: ليه اساسا في مدفع على شعار الارسنال؟ ايه القصه ورا الموضوع؟ وهل في قصه ولا الموضوع بدا عشوائي كده وفجاه بقى في مدفع على شعار الارسنال؟ فاحنا جايين نجاوب على السؤال ده، بس يا ريت تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا ونشوف اصل الموضوع ده ايه. في البدايه كده انا مش بستهدف جمهور ارسنال بس، انا بستهدف جمهور الدوري الانجليزي كله، لان الموضوع ده فيه معلومه مهمه للي بيحب الدوري الانجليزي ومهتم يعرف كل حاجه عنه. نادي الارسنال تاسس سنه 1886 على يد عمال مصنع، بس مش هقولك عمال مصنع ايه لان هما دي اساس الاجابه، لكن مدفع في الارسنال بيرمز لاساس تاسيس النادي، وتاسيس النادي كان على ايد اللي انا خبيت عليك من شويه، عمال مصنع ذخيره واسلحه، دار صناعه الاسلحه. وكلمه ارسنال نفسها بتعني دار الاسلحه، يعني احنا ما اختلفناش كتير. او ممكن نقول ان ارسنال يعني مكان التي يتم فيه صناعة الذخيرة والاسلحة، فكده ده معنى كلمة ارسنال. ليه بقى موجود مدفع؟ موجود المدفع لان الارسنال بيسموا اصلا بالمدفع جاي نسبة الى تاريخهم الكبير في كرة القدم على ايد دار صناعة الأسلحة وعمال مصنع الأسلحة، فبيبقوا هم كمان عندهم المدفع اللي هو بيضرب في وش الأعداء عشان الأرسنال جايين من صناعة الأسلحة، فطبيعي يحطوا حاجة شبه كده على العلم، وده جزء من هوية وثقافة النادي زي نادي أرسنال اللي هو نادي من 1886 منشئ على إيد صناع أسلحة وذخيرة. فبس كده ده سبب تسمية أرسنال بشكل سريع جدا. ليه هو عليه مدفع وليه هو اسمه أرسنال أصلا وليه اسمهم المدفع؟ جاوبنا على الأسئلة دي كلها. فلو مهتم تعرف أي حاجة أو أي شعار نادي بيرمز لإيه اكتب لنا في الكومنتات وهنعمل لك عادي جدا بسهولة، الموضوع مش هياخد معانا وقت. ولو عجبك الكلام ده ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتابعنا على كل المنصات، وسلام عليكم.